السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. العيد على الابواب ورمضان خلاص بيودعنا، فقررت النهاردة ان انا اعمل لكم وصفة البيتي فور علشان اللي حابب يعمله يلحق يعمله بسرعة. هنعمله النهاردة بكذا شكل وهوريكم كذا رسمة ليه. هنعمل النهاردة البيتي فور اللي هو بيتعمل بالقمع مش بالمكنة، وهقول لكم كل التكات بتاعته اللي تخليكم تطلعوه مظبوط من اول مرة. لون وريحة وطعم، وكمان التسوية. وهقول لكم لو بتحبوا ان هو يبقى دايب دوب معاكم، او لو بتحبوه ماسك نفسه شوية، او لو بتحبوه متوسط هتعملوه ازاي. وكمان هقول لكم نوع الدقيق بالظبط اللي انتوا تستخدموه. يا رب يكون الفيديو النهارده سهل وخفيف عليكم. بس قبل ما ابدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشيروا الفيديو مع اصحابكم علشان يعملوا الطريقه دي، واضمن لكم ان هو هيطلع مظبوط معاكم من اول مره. ويلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه المقادير معايا كيلو الا ربع من الزبده بدرجه حراره الغرفه. الزبده دي انا عاملاها زبده خليط من الكريستال على كريستال او جنه، ومعاها بتاع ربع كيلو كده تقريبا من الزبده النيوزيلندي. بالنسبه للدقيق انا استخدمت دقيق الضحى. اي دقيقه تستخدمه متعدد الاستخدامات هيمشي معاكم. اهم حاجه البروتين بتاعه زي ما شفتوا كده يكون 10 او اقل، مش اكتر من كده. ويكون طبعا الاستخراج بتاعه 72%، ما يكونش 76 او اكتر من 72%. بعد كده السكر البودر معايا 200 جرام من السكر البودر، ده مطحون في البيت ومنخول كويس. الوزن ده بيبقى بعد ما انخله. معايا كمان بيضتين وصفار بيضة. طيب لو انا بحبه دايب خالص كده هحط 3 من صفار البيض او 4 من صفار البيض. طيب لو بحبه ناشف اكتر من كده هحط 3 بيضات كاملين. كمان معايا معلقة ونص من الكاكاو الخام الاسباني، ومعايا الفانيليا. شايفين بقى الزبدة لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة كده، تبقى بتمسكوها كده تبقى دايبة خالص. طب لو طلعتوها من التلاجة وفضلت برضو جامدة، او بيتوها في التلاجة والجو برد شوية وهي فضلت جامدة، فتقدروا تحطوها في الميكرويف 30 ثانية بالظبط، هتلاقوها طريت معاكم. هحط الزبدة ومعاها السكر البودر، وبعد كده هبدأ اخفقهم على سرعة خفيفة في الاول، وبعدين هبدأ اعلي السرعة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، لحد لما الزبدة مع السكر يدوبوا خالص، واللون بتاعهم هتحسوه ان هو اتغير وبقى لونه فاتح وبقى فومي كده وعلي شوية. هبدأ بقى ازود البيض واحدة واحدة لحد لما يدوب تماما مع السكر والزبدة. وهزود كمان فانيليا علشان البيض طبعا. الخطوه دي بقى طبعا انا زعلانه جدا ان هي ما اتصورتش، بس هقولها لكم. انا جبت كيلو دقيق، انا فاتحاه اهو في جنب العجان، وشلت منه 3 معالق بالظبط من الدقيق. وبعد كده ضفت كيلو الدقيق كله على الخليط بتاع الزبده اللي كان في العجان. طب انا ليه شلت ال3 معالق؟ لان انا هستخدم هعمل البيتي فور ده بالقمع، فمحتاجه ان هو يكون طري شويه، ما يكونش يابس، علشان يبقى سهل معايا ان انا انزله من القمع. طيب لو انا هعمله بالمكنه يبقى هسيب ال3 معالق دقيق زي ما هما. طيب التيب اللي انا بقى هستخدمه في 9 اف تي و7 اف تي، هما مش باينين، يعني 9 اف تي و7 اف تي. وكمان هستخدم التيب اللي هو 1 ام. دي كلها اقماع ممكن تعملوا بيها اشكال كتيره جدا من البوتي فور، ولكن انا بستخدم اللي هو الوسط اللي هو رقم 7 اف تي، وبستخدم اللي هو 1 ام اللي هو الصغير خالص. ما كانش بقى عندي القمع اللي هو القماش، او ما كنتش لاقيه، هو عندي بس انا مش لاقياه، فاستخدمت قمعين من الاقماع اللي هي كيسين من الاكياس اللي هي البلاستيك التقيله دي، وحطيتهم مع بعض، وحطيت جواهم القمع بتاع البيتي فور. وطبعا كنت مرعوبه وقاعده بدعي ربنا كده ان هما ما يتقطعوش وانا بستخدمه، بس من كتر ما العجينه طريه كانت بتنزل بكل سهوله. بلف بقى، باخد حبه كده من البيتي فور في الجزء اللي فوق القمع على طول، والفهم وابدا اضغط بايدي كده ضغطه ضغطه ضغطه. وده طبعا الشكل المعتاد اللي احنا على طول بنعمل بيه البيتي فور. هخلص بقى الكميه كلها. لو واحده باظت منكم عادي ممكن تشيلوها وتعملوها تاني من الاول، مش هيجرى حاجه. وده كده الشكل بتاعه. بضغط ضغطه خفيفه خالص وبينزل. عايزين بقى اصغر من كده تقدروا تعملوه حجم اصغر من كده. هجرب بقى الشكل التاني، ده شكل وردة كده. الشكل ده اكتر شكل في البيتي فور انا بحبه، وده بستخدم القمع اللي هو M1.
بعمله كده، بحط العجينه فيه وبعمله كده وردات بلفها زي ما انتوا شفتوا، بيطلع معايا الشكل ده كده، وده بحسه شكل رقيق وشيك قوي كده. نص العجينه بقى الباقي انا عايزه اعملها بالشوكليت، فهضيف عليها المعلقه ونص من الكاكاو، وهبدا الف العجين لفه خفيفه خالص، مش هعجن. ونفس الحكايه وانا بعجن برضو في الاول في البيتي فور ما عجنتوش خالص، يا دوب الدقيق يختفي، ف بتبقى كده العجينه بتاعتي خلصت. هنا شكلت العجينه اللي هي بالكاكاو وحطيت معاها واحده من الفانيليا علشان اعرف التسويه بتاعتها ازاي. وده كده شكل تاني، بفضل اضغط كده برضو على الكيس بتاعي لحد لما بيديني الشكل ده. دي بوتيفورات بتبقى كبيره شويه، لان دي مش بلزقها في حاجه، انا دي بزينها كده بتبقى بتتاكل لوحدها. طيب التسويه بقى في الفرن بتبقى ازاي؟ زي ما قلت لكم لازم نحط واحده بيضه معاهم او حته عجينه بيضه علشان اعرف هو استوى امتى. بحطه في الرف اللي في النص على درجه حراره 180. طيب لو انت البوتاجاز بتاعك اصلا انت عارفه ان هو الحراره بتاعته هاديه وبطيء، او الحراره بتاعته يعني مش عاليه، فهتخلي الحراره على 200 بس تبقى عينك عليه. وطبعا احلى تسويه بتبقى في الصواني الالومنيوم. انا استخدمت هنا كله الومنيوم ما عدا حاجتين كده عملتهم في صواني تانية. استخدمت صواني الفرن طبعا بتاعتي اللي هي اللي بتبقى جايه مع الفرن البوتاجاز اصلا، واستخدمت الصاج كمان اللي هو بيبقى الاسود بتاع الفرن، بس التسويه بتاعته ما كانتش حلوه زي ما بيطلع في التسويه الالومنيوم. ده كده شكل البيتي فور بعد ما طلع. ده الصاج اللي بقول لكم عليه طبعا، بس تبقى عينيكوا عليه جدا لان هو خفيف وممكن يتلسع منكم البيتي فور لو ما خدتوش بالكم، علشان كده لازم تحطوا معاه واحده بيضه كده. ودي بقى اشكال تانية كده انا بعملها، انا عملتها. شايفين ده شكل الورده اللي بقول لكم عليه، وده الشكل اللي احنا متعودين عليه. طيب هلزق بايه؟ انا جبت هنا 200 جرام من الشوكولاته اللي هي شوكولاته بالحليب بتاعه دريم، وحطيت عليها معلقتين من زيت الذره، ودوبتهم في الميكرويف لحد لما ساحوا خالص. ومعايا فستق كداب، ومعايا جوز هند، وهبدا بقى وكمان معايا مربى مشمش. هبدا كده اقلب كل البيتي فور اللي انا عايزه الزقه مع بعض. تحاولوا تخلوا كل اتنين قد بعض قصاد بعض. وحطيت المربى وبعدين هبدا الزقهم مع بعض. هنزلهم في المربى تاني وهبدا اعملهم في الفستق الكداب او في جوز الهند. طبعا ممكن الناس يحطوه في الفرماسيل، ممكن تستخدموا حاجات تانية، بس انا ولا بحب السبرينكلز ولا بحب الفرماسيل، بحسهم يعني بيبقوا مسكرين بزيادة قوي، وانا مش بحب الحاجة تبقى مسكرة قوي كده لدرجة ان هي تجزع. كمان الطريقة بقى التانية الأحلى اللي هي إن احنا بنلزق بالشوكولاتة اللي احنا سيحناها، أحلى من المربى بكتير. وكمان لو انت عايزة بقى يقعد معاكي فترة مثلا، أو هتعمليه بقى قبل العيد بأسبوع كده وعايزاه يقعد كل الفترة دي، فهتبقى طبعا الشوكولاتة هتبقى اختيار أفضل من المربى، لأن المربى بتدوبه شوية. نفس الحكاية لزقت بالشوكولاتة وبعد كده نزلته في الفستق الكداب وكمان في جوز الهند. لو عندك اي اختيارات تانية حابة تعمليها مفيش مشكلة. ده بقى بالنسبة للبيتيفورات اللي هي كانت صغيرة، اللي انا كنت عاملاها على اساس ان انا هلزقها في بعض. بالنسبة بقى للبوتيفورات اللي هي كانت كبيرة، الوردات الكبيرة اللي انا كنت عاملاها دي هتتاكل لوحدها، يعني لان لو لزقنا اتنين مع بعض هيبقى حجمهم كبير جدا وبتبقى كده لطيفة اكتر. برضو هحط نصها، غطسها كده نصها في الشوكولات، وبعد كده هبدأ احطها في المكسرات او في الجوز الهند. شايفين كنت جيت ضغطت عليها سنة كده لقيتها اتكسرت من كتر ما هي دايبة وجميلة. وممكن برضو نزينها بنقطة شوكولاتة كده في النص ونحط عليها فستق من الكداب اللي انا عاملاه. هنزل لكم الطريقة بتاعته الفيديو اللي جاي ان شاء الله. وده كده كان شكله بعد لما خلص. طلع تقريبا الكيلو دقيق طلع لي تقريبا 2 كيلو ونص من البيتي فور. عايزه اقول لكم كان طعمه بجد رهيب، والقوام بتاعه مظبوط جدا بالشعره، ولا هو ناشف ولا هو دايب ان انت ما تعرفيش تمسكيه. لا القوام مظبوط جدا، لان احنا حطينا بيضتين معاهم صفار بيضه واحده. ودي اشكال كتيره بقى اللي انا وريتها لكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناه.